بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مع صباح يوم الجمعة الكريم نبدأها بالصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده معاكم أخوكم في الله مع التواضع الكريم لمقامكم الغالي دكتور أحمد سمير المصري. هنعمل تحليل مهم جدا وفيديو من أهم الفيديوهات الموجودة في القناة، يعني لأنه بيبقى إغلاق ربعي النهارده وإغلاق أسبوعي وإغلاق شهري. فطبعا لو أنت حابب تركز في الفيديو ويكون ليك مشروبك المفضل، يلا نتوكل على الله ونقول بسم الله. واللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. فطبعا زي ما انا عهدناكم ودايما بفضل الله نؤتيكم بصدق العلم، وطبعا الصدق العلم اللي احنا بنعطيه والتميز في اللهم لك الحمد فضل الله علينا هذا، اللهم له الحمد وله الشكر كما ينبغي جلال وجه وعظيم سلطانه. انت طبعا بصدق الشرط، يعني احنا دايما لما بنعطيكم صدق العلم بصدق الشرط اللي احنا بنتكلم فيه. كل كلمه بنعطيها لكم في اي فيديو بيتم اثباتها بالشرط المثبت. قلت لكم باذن الله هيكون في انفجار، قنبله انفجاريه في اخر فيديو عملته لكم يوم من 7 ايام او من 8 ايام، زي ما انا بفضل الله منتظم معاكم كل اسبوع. والله لو لا قدر الله بيحصل تقصير في فترات سابقه، ده لان السوق اصلا مش مدينا قوه لغايه اما يحصل يعني اما يحصل الصعود اللي احنا قلنا لكم عليه. ان السوق بياخد فتره عبال ما يحصل قوه الصدق العلمي اللي احنا بنعطيه. يعني انا قلت لكم السوق بيتم في حركه تجميعيه في الشهرين دول. ايه اللي ممكن اطلع اقوله غير ان السوق في حركه تجميعيه؟ هطلع اقول انا قلت ان السوق في حركه تجميعيه وماشي في اتجاه عرضي ولسه ماشي في اتجاه عرضي؟ ايه الاضافه اللي انت اضفتها في فيديو؟ انا دايما يعني صعودي مش صعود، انا اسف يعني مع احترامي، تجميع متابعين. يعني الحمد لله ربنا رزقنا بناس محترمه جدا شغالين معاهم. انسان مدير محافظ، بقت بدير محافظ كتيره في السعوديه وفي مصر. فما يعني الرزق من عند الله يعني تمام. لكن انا اهم حاجه طبعا ان انا لما باجي اقول مثلا مع احترامي ليكم الدعم لله سبحانه وتعالى، لايك لاخوك الكريم في اخوك الكريم في الله، سواء اذا كان مسلم او ابتداء. عشان ايه؟ عشان انا عامل القناه يعني او صدقه جاريه، ويعني ان انا بستدلك على العلم الحقيقي. يعني انا بحط ايديك على العلم الحقيقي الصادق اللي فعلا السوق بيمشي عليه. انا ما بتكلمش اي كلمه الا باستدلال حقيقي مثبت ويثبته الشرط من بعد كلامي. انا ما بتكلمش اي كلام، علمنا مميز ومختلف، بعيد عن الافاقين وبعيد عن الناس اللي هي ما عندهاش علم، وطبعا مع الناس اللي هي فعلا فاهم علم وفعلا تحترم وفعلا تحط فوق الراس. لكن كلامنا صادق بصدق كل ما نعطيه من كل كلمه في الفيديو المسبق لنا قبل حدوث هذا الفعل من هذا الشرط. انا قلت لكم اخر فيديو ان في قنبله مفاجاه موجوده في الفيديو، اللي هي انفجار المؤشر اللي انا قلت عليه. المؤشر قعد شهر كامل، المفروض الشهر دوت كان صعود، وقعد ينزل. شوفوا عمل ديل ايه، شوفوا الشخلله شهريا، شخلله شهريه. شوفوا نزل فين الديل بتاعه. السوق الادنى نزل كام؟ 25508، مع ان المفروض دي صعود، لكن شوف عمل ديل وبعدين صعد. طب فممكن ياخد اسبوع اتنين، واسبوع العيد كان اجازه، واسبوع بعد العيد انفجار قوي، فلازم يمشي على اتجاه التحليل. فصعود المؤشر ده خد فتره كبيره لا باس بها من ايه؟ من اتجاه الايه؟ التجميع. يعني شوفوا اتجاه التجميع، ادي واحد، ادي اسبوع، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، ادي خمسه، ادي سته، ادي سبعه، ادي ثمانيه، شهرين. والاسبوع الاخير اللي هو اللي فات دوت كان ايه؟ انفجار صعودي فوق منطقه التجميع. فالسوق الفترة القادمة إن شاء الله صاعد تمام. الفترة القصيرة القادمة ما زال صاعد. طبعا عارفين للأسف الأزمة اللي بتمر بيها، وإحنا يعني أنا ماليش إن أنا أتدخل في أحوال البلد، يعني إن هي اللي جاي وإيه. أنا ليا إن أنا أقول إن السوق بتاعنا صاعد صعود قوي جدا في الفترات القادمة، ولسه هدف السوق لم يأتي بعد. يعني إحنا لو خدنا هدف السوق من أقل نقطة جابها بعد طبعا، والكلام ده قلناه كتير جدا، يعني من اقل نقطه جابها الى اعلى نقطه فوق الترند بعد اختراق الترند، المفروض نطلع الى ال 42000 نقطه. يعني قرابه ال 41000 نقطه المفروض نكون بره السوق تماما، لان السوق
هياخد سيركل سايكل اوف ايه، اوف descending and ascending again، يعني هياخد دايره كبيره جدا جدا من النزول ثم من الصعود. دي ممكن تاخد سنين بقى طبعا، لكل الناس هتكون يعني، وانا اول الناس هقول السوق المفروض نكون براه، لكن لسه السوق في حاله من حالات الصعود. فالذكاء ان انت طبعا عمليه الضغط اللي بيشهدها امور السوق على الناس اللي هي بتكون فاقده درجه الصبر. اما الناس اللي عندها خبره والناس اللي عندها فاهمه سوق اسواق مال بجد عارفه ان السوق ساعات بيمر بفتره خانقه منتصفيه في بعد عمليه الصعود، بتاخد ممكن فتره زمنيه تمام لغايه ما يعمل كيرفنج تاني او ريكيرفنج او اعاده نص قطر الدايره اللي هي بتاخد ممكن من شهر لشهرين ل3 شهور، ثم صعود مره اخرى ويعبر هذا الايه القمه ثم يصعد الى مستوياته اللي المفروض يطلع لها اللي هي ال 42000 نقطه. فما دون ذلك لسه السوق لم ياتي كلمته الاخيره بعد. فعشان كده لا، انت داخل. فالاسهم دايما افضل بكثير جدا مخاطرتها من الاسواق المفتوحه زي البيتكوين زي الفوركس، زي دي اسواق مفتوحه كانك يعني اللي بيعوم في بسين او بحر يعني قيعانه قليله، او ان انت بتعوم في بحر مفتوح او محيط مفتوح. المخاطره بتبقى عاليه جدا، يعني مهما كنت سباح ممكن التيار يغلبك تمام. فده مهم ان انت تكون عندك ادراك ووعي باسواق المال عشان تقدر تكسب منها. اسواق المال عايزه الصبور، عايزه اللي فعلا بيعرف يعمل منها ثروه، والا عمرك ما هتعرف تعمل قرش. مش هتعرف تعمل قرش تجميعي قوي في سوق المال. سوق المال عايز روح طويله، عايز نفس طويل، عايز فلوس ما عليهاش ضغط، يعني فلوس اللي بتستثمرها ما يكونش عليها ضغط تماما، فلوس لا تحتاجها في حياتك ابدا عشان لا تمثل عليك ورق الضغط في احتياجك ليها في اي وقت. كل دي قواعد في اسواق المال يجب ان تكون تعرفها جيدا قبل الدخول لاسواق المال، عشان ما تجيش وقت عليك وسهمك يكون صاعد قدامك وانت مزنوق في حاجه فتروح تبيع السهم قبل ما يصعد وتزعل. وليه؟ فلازم تبقى حاطط في ادراكك ان الفلوس اللي انت بتستخدمها دي فلوس خارجه عن نطاق يدك بالكامل. نرجع الى السوق والتحليل. ف لسه الاغلاق الربعي لم يتاكد بعد، برضو ان احنا المفروض كنا ننزل الى المرحله ال 22900 او 23000. ليه يا دكتور احمد؟ لانه لم ينزل لها. عمل اغلاق كويس، عمل اغلاق ايجابي، لكن لغايه دلوقتي الديل لا يلمس منطقه الاختراق. الديل لم يلمس، فانا لا اجزم بان لسه يعتبر احنا يعني في ال3 شهور اللي جايين في المرحله القصيره منها. اصل انا يعني صادق معاك، وانا لازم اكون صادق معانا. ما ببيعش الميه في حاره السقايين، او انا مش ببيع سمك في ميه. انا راجل اللي بيشتغل معاه عارف ان لازم يصبر. اي حد بيجي لي وعارف الدكتور احمد بفضل الله راجل يعني محلل، يعني بفضل الله يتعدى على اصابع يد الواحده من المحللين كلهم، فهذا شرف فوق راسي ووسام شرف على صدري. لكن يجب ان تعلم ان انا صادق معاك. اللي بيجي عايز يكسب في السوق لازم يكون صبور معايا عشان تكسب مكسب محترم. صبور، تصبر، للسوق هو اللي بيجبرني على كده، مش انا اللي بجبرك. انا لو في مرحله السوق وصعوده هكسبك في نفس اليوم اللي داخلك فيه او في نفس الاسبوع، لكن دلوقتي مرحله السوق رخمه. بتاخد في السهم عشان يعطيك الخير اللي جاي يجيبه بيفضل اسبوع واثنين وثلاثه واربعه وشهر عادي وشهرين، بس الرزق هيجي لك، المكسب هيجي لك، لكن الصبر، لان التحليل صادق لكن الوقت رخم. الوقت بتاع السوق رخم، لكن قوه صدق التحليل صادق. يعني انا ما قلت لكم الشهر اللي فات الاسبوع السوق صاعد، طب ما السوق قعد اسبوعين ما صعدش، هل انا معنى كلامي ان انا غلط؟ يعني انا والله بكلمكم بكل صدق، ربنا عالم من دكتور احمد. انتوا عارفين مين دكتور احمد؟ يعني انتوا تعلموا مين دكتور احمد وقدره بفضل من الله. الذي لا يعلمني يدخل القناه بتاعتي ويشوف مين دكتور احمد. يعني يدخل القناه كده ويقلب في كل الفيديوهات اللي انا حاططها من يوم ما فتحت القناه حتى الان، تمام؟ هيلاقي يعرف مين دكتور احمد، ان هو راجل ما شاء الله صادق، مفيش كلمه بيقولها في الفيديو الا بعد الفيديو اللي بعده. يعني شوف فيديو ده، شوف كلامي، وشوف فيديو اللي بعده، هتلاقي نفس الشرط ماشي على نفس الكلمه اللي بقولها. شوف الفيديو ده، شوف كلامي، وشوف الفيديو اللي بعده، هتلاقي الشرط ماشي على نفس الفيديو. يعني كل فيديو سلسله، يعني كل فيديو لما قبله اثبات لما بعده. يعني ده اثبات للي قبله، واللي قبله اثبات للي قبله، واللي بعده اثبات للي قبله. فكلمتنا صادقه من يوم ما فتحت القناه. فانا الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بفضل، اللهم له الحمد وله الشكر في ذلك.
وفضلنا على كثير من العباد وفي صدق العلم وعشق الشرط موهبه. ف ف ف ف فمن الاخر عشان كده قلت لكم لسه لغايه دلوقتي السوق بتاعنا صاعد، والشمعه الشهريه بتاعتنا صاعده تمام، وممكن ان شاء الله الشهر الجاي نلمس مناطق ال 30,075 نقطه، وممكن نطلع لمناطق ال 31,305 نقطه مره اخرى. وقلت لكم حاله السيول بدانا نخترق بالسيوله او بالفوليوم ان احنا نبدا نطلع فوق ال 27,600، فنزولنا الى مرحله ال 23,000 او 22,900 لسه برضو مرحله قادمه. طبعا السوق حوالي البلد زي ما قلنا ان القطاع الكهرباء اللي بيحدث دلوقتي وحاله ارتفاع الدولار اللي انا قلت لكم عليها، وان ممكن يعني لا قدر الله مش هيكون اخر تعويم، ممكن يكون في تعويمات اخرى، وحاله التضخم التي ستشهدها الدوله الفتره القادمه. يعني انا بتكلم من 3 شهور لاخر السنه هيكون في انفجار في السوق المصري، انفجار بمعنى انفجار. فاللي عايز يكسب تمام يفضل يفهم معنى السوق وبعدين ربنا يرزقه الخير كله ويكسب من السوق مكسب محترم. فبس فده ايه، ده خلاصة الكلام. طيب يا دكتور احمد، يعني الفترة القادمة صعود؟ الفترة القادمة او الشهر الجاي ممكن ان شاء الله لسه عملية الصعود منتظرة، لكن الشهر اللي بعده اللي هو 8 و9 ممكن يكون في رخامة لسه، لان منطقة يعني 23,000 نقطة لسه ما لمسناهاش، فما دام ما لمسناهاش يبقى لسه في لعب، لسه في استهبال، لسه في لعب. فلو كان نزلناها كنا قلت لكم خلاص، لكن الشمعة إغلاقها إيجابي، شمعة رباعية، وممكن ما يلمسهاش، ممكن يكمل على الصعود ويصعد وينفجر ولا ينزل له ويكتفي بهذا اللو. لكن علميا بيقول ان الافضل كان ينزل لها لاختبار منطقه الايه، لان ده انتوا عارفين ده ايه، دي عمل فيصل، ده الترند ده فيصل لما قبله وفيصل لما بعده، فيصل لما قبله وفيصل لما بعده. البريكنج اوت او الانفجار الذي حصل في هذا الترند منطقه يجب في انها يعني بنسبه 90% انها تختبر تنزل ويؤكد اختبارها ويؤكد صعودها، ثم يعمل زي الديل ده بالظبط، نزل اهو بديل قوي اهوت، شفتوا الديل ده وطلع اغلق فوق طبعا، فالديل ده يؤكد عمليه الصعود القوي اللي حصلت في المنطقه دي. فطبعا لسه برضو ان الديل ينزل للمنطقه ديت ليعيد اختبارها ده مهم. طب ما نزلهاش خلاص، ربنا بيحبنا وهنطلع على طول دون رجوع خلاص، فده احتمال صغير لكن متواجد. لكن اللي يهمني ان انا اقول لكم ان السوق صاعد. نفس الكلام ده ينطبق على طبعا السبعيني، ولكن السبعيني هناك اعلى بصراحه من الثلاثيني في مرحله الصعود، وبرضه يعتبر ترند لما قبله وترند لما بعده، وبرضه مرحله النزول ل 5000 ايضا 173 نقطه يعتبر هادف. لكن بصراحه السوق السبعيني انا دايما بقول فيه مستقبل البلد ومستقبل الخير فيه، فده يؤكد ان في صعود برضه قادم الى 6873 او الى 7000 ان شاء الله. انا دايما معاكم بفضل من الله. طبعا لا تبخل باللايك لله سبحانه وتعالى لكي يأجرني بهذا العمل والصدقه الجاريه من العلم، انك تشاركني فيه لاخوك المسلم انه يشوفه، او اخوانا اللي فوق راسنا القبطيين تمام معانا، فعشان ايه يبدا يطلع السوق والناس كلها تاخد علم السوق تمام وتستفيد من علمه. انا عامل العلم صدقه جاريه، فلا تبخل عليا بانك تشاركني في هذا العمل. يعني زي ما بقول لك كده، انا عامل زكاه سبحانه وتعالى لله، يعني اللي حابب يشترك معايا يشترك. كل الناس هتلاقيها بتحب ربنا، يعني اكيد ما فيش حد بيحب ان هو ما يعملش الخير، يعني كلنا يعني ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على الخير يعني. فانا بطلب منك لاخوك الله يعني ان انت الفيديو ينتشر باللايك البسيط ده، الناس كتيره تشوفه، بس ده اللي انا عايزه، ناس كتيره تستفيد بيه، الحسنه بتاعتي تتضاعف، وانت كمان الخير زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على خير كفاعل. فانت بتشترك معايا بحاجه البسيطه ديت، او والله ان الفيديو بينتشر في اليوتيوب فناس كتيره بتشوف، فانت برضو بتؤجر بتاخد حسنه، والله بتؤجر. نفس الشيء كاني بطلع حاجه لله وللفقراء تمام، وانت بتيجي تشترك معايا بمبلغ بسيط نفس، بس حاجه ديت بتبقى ضغطه يعني منك يعني، بس ودي حاجه ربنا اللي يأجرك عليها. بس
المهم يعني ربنا يرزقنا الخير. طبعا ده بالنسبه لتحليل السوق. طبعا برضو السوق السبعيني، المؤشر السبعيني صاعد برضو، هنشوف ال 7227 الشهر القادم. الشهر القادم شهر صعود باذن الله، وان شاء الله ربنا يرزقنا الخير كله باذن من الله. طبعا بالنسبه للناس بقى اللي طلبت التحليل بتاعها في السوق، طبعا الاسهم ما شاء الله تبارك الرحمن كبيره. طبعا كل سنه وانتم طيبين، لكل من كتب كلمه جميله وكتب كلمه طيبه، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد، يعني كان سعيد عليكم وعلينا. هنبدا نشوف بعض الاسهم اللي احنا نبدا نحللها. تمام، ايه رايكم؟ ولا نخلي التحليل الاسهم في فيديو تاني اللي انتم تحبوه، لان الاسهم ما شاء الله تبارك الرحمن كبيره. انا مش عارف والله نبدأ بيه. انا مش عايز بس الفيديو يكبر وانتوا تملوا، لان في ناس بتمل من طول الفيديو بالنسبة للتحليل وبالنسبة للأسهم. طيب يعني انا مش عارف هل هسجل لكم فيديو تاني مثلا بكرة للأسهم دي كلها. انا حابب كده، الأسهم اللي انكتبت هنا دي كلها، عشان بس الفيديو ما يبتعدش عليكم. انا الاسهم كل اللي انكتبت دي كلها انا هحللها. الناس اللي عايزه اسهم تانية غير الاسهم دي، بس ربنا يعلم بينك وبين الله ان السهم اللي انت بتطلبه سهم فعلا انت داخل فيه وعايز تعرف تحليله، مش سهم انت عايز تدخل فيه وعايز تعرف تحليله قبل ما تدخل فيه. ان يعني لغايه دلوقتي انا بقول الكلام اهو بما يرضي الله، بما يرضي الله، لو الكلام ده ما يزعلش حد. فاي سهم ربنا شاهد عليك ان انت داخل فيه وعايز تعرف هو ايه ظروفه، فوق راسي وربنا شاهد على ما تقول، بينك وبين الله. هذه بينك وبين، انا لن ادخل بينك وبين اي سهم ينكتب لي هدخل، بس فربنا على ما تقولون وكيل، او ربنا على ما تكتبون وكيل. فالاسهم ديت كلها تتحلل بكره باذن من الله، تمام، في فيديو قوي لكل الاسهم اللي موجوده، سواء ده والفيديو ده اللي هينكتب. اي حد له سهم تاني غير الاسهم دي اكتبه، وانا هحلل كله في فيديو واحد. هحلل الاسهم بتاعت اللي هي مكتوبه تحت الفيديو ده، والاسهم اللي هتنكتب تحت هذا الفيديو بعد عرض ان شاء الله النهارده يعني. عشان بس ايه، ما احاولش اطول عليكم الحلقه، تبقى تحليل ربعي وشهري واسبوعي زي ما انا اتكلمت واستفدت في الحديث، وفي نفس الوقت احلل لكم. ممكن الحلقه ممكن تخش في 40 دقيقه او 45 دقيقه، الناس هتمل، وانا مش عايز كده. انا عايز ناس تاخد تحليل في حاجه وتاخد الايه، العلم التاني في حاجه. فساعدوني على هذا الامر. اي حد عنده سهم متعلق فيه وربنا شاهد عليه يكتبه، انا فوق راسي من فوق واحلله لكم، وان شاء الله الخير كله ربنا يرزقنا فيه في السوق. كان معكم اخوكم في الله دكتور احمد سمير، لكم كل مني كل التحيات والاحترام والمحبه في الله سبحانه وتعالى. ودمتم رابحين، ودمتم غانمين، ودمتم سالمين انتم واهليكم واسركم والغاليين على قلوبكم الطيبه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع فيديو تحليلي قادم بكره ان شاء الله او يوم الاحد، تمام، عشان بس او الاثنين، بحيث ان انا انتظر كل الناس تكتب كل التعليقات اللي هتشاهد هذا الفيديو، ولا تبخل بالله عليك باللايك، عشان مش عشاني والله، عشان الناس التانية تشوف الفيديو واللي عنده يا عيني سهم يكتبه. فانت زي ما انت بتستفاد فيد غيرك والله، بس والله انا لا اطلب الا هذا. ولكم مني كل المحبه والاحترام والتقدير، ودمتم في رعايه الله وافزه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.